ملكا ومحاربا أحبه الشعب. كان صديقا وقريبا. هنا سأبني مدينتي التي طالما حلمت بها. هنا ترنيمة الزمان ومعشوقة التاريخ. توفي قبل أن يراها. احتضنت الآلهة المصرية والآلهة اليونانية. الإسكندرية أكبر وأعظم عاصمة في العالم. فعلا كانت عاصمة النور والمعرفة في العالم القديم. منارة فاروس هنا في هذا المكان تحديدا إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. لم يشهد العالم شيئا مثلها من قبل. كانت تفوق الخيال. ابنة بطليموس الثاني عشر، ملكة مصر وآخر ملوك البطالمة. هي الوحيدة التي أجادت اللغة المصرية. جميع من حكم من البطالمة لم يتحدث أحد منهم باللغة المصرية سوى كليوباترا. والتقت كليوباترا بيوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الذي ساعدها لاستعادة عرشها. موقعة أكتيوم بين القائدين الرومانيين أوكتافيوس وماركوس أنطونيوس. كان أسطول أنطونيوس مدعوما بأسطول محبوبته كليوباترا، ولكن المعركة كانت حاسمة. كليوباترا كلماتها الخالدة عن مدينتها. وداعا مدينته يا ترنيمة الزمان ومعشوقة التاريخ. لا أدري إن كنت أسكنها أم أنها تسكن وتتوسد حناياي. نسيج واحد، نسيج مصري. اسكندرية العاصمة لمدة 1000 سنة.